اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ورسولنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس والإعجاب بالفيديو لكي نبذل جهد أكثر لمتعتك من فضلك، وشكرا على مشاهدة. ملخص أحداث مواجهة المغرب ضد كرواتيا في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع في بطولة كأس العالم قطر 2022، والتي تقام على ملعب خليفة الدولي المونديالي وتنقلها عدد كبير من القنوات الفضائية حول العالم. وكان منتخب المغرب قد خسر مباراة نصف النهائي أمام المنتخب الفرنسي بنتيجة 2 دون رد، فيما خسر منتخب كرواتيا مباراة نفس الدور أمام الأرجنتين. وخلال الشوط الأول من المباراة خرج منتخب كرواتيا متقدما في النتيجة ب2 مقابل هدف، بعد أن كان الشوط قريبا من الخروج بنتيجة التعادل 1-1. افتتاحية. النتيجة كانت مبكرا لصالح المنتخب الكرواتي في الدقيقة 7 عبر كرة رأسية من اللاعب جفارديول، لكن المنتخب المغربي رد سريعا بعد دقيقتين فقط عبر اللاعب أشرف داري بكرة رأسية أيضا. وتمكن ميسلاف أورسيتش من تسجيل الهدف الثاني للمنتخب الكرواتي قبل نهاية الشوط الأول ب3 دقائق، من تصويبة قوية سكنت شباك الحارس ياسين بونو. وفي الشوط الثاني لم ينجح منتخب المغرب في إدراك التعادل، رغم المحاولات الكثيرة التي صنعها لاعبيه للتسجيل، حيث انتهى اللقاء بفوز كرواتيا ب2 مقابل هدف. المغرب ضد كرواتيا. ودخل منتخب المغرب المباراة الهامة بتشكيل مكون من حراسة المرمى: ياسين بونو، خط الدفاع: أشرف حكيمين، أشرف داري، جواد اليميق، يحيى عطية الله، خط الوسط: عبد الحميد صابيري، بلال الخنوس، سفيان أمرابط، خط الهجوم: حكيم زياش، يوسف النصيري، سفيان بوفال. وعلى دكة البدلاء يأتي منير الكجوي، أحمد رضي، التكناوتي، نايف أكرد، غانم سيس، عز الدين أوناحي، عبد الرزاق حمد الله، أنس زروري، إلياس شاعر، زكريا أبو خلال، سليم أملاح، عبد الصمد الزلزولي، وليد شديرة، بدر بانون، يحيى جبران. ودخل منتخب كرواتيا المباراة بهذا التشكيل: حراسة المرمى: ليفيكوفيتش، خط الدفاع: ستانيشيتش، شوتالو، جفارديول، بيريسيتش، خط الوسط: مودريتش، كوفاسيتش. أمامهم كراماريتش، ماير، أولسيتش، خط هجوم: ليفايا. بدلاء كرواتيا: مارسيلو بيروزوفيتش، جوسيب يورانوفيتش، بورنا سوسا، بورنا باريسيتش، أنتي بوديمير، مارتن إرليتش، إيفوغريتش، إيفيكا إيفوشيتش، كريستيان ياكيتش، لوفرين، ماريو بازاليتش، برونو بيتكوفيتش، لوكا سوتشيتش، فيدا، نيكولا فلاسيتش. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس والإعجاب بالفيديو لكي نبذل جهد أكثر لمتعتك من فضلك، وشكرا على مشاهدة.
Boom.